ايه اللي حصل لبيتر باركر بعد تعويذة دكتور سترينج؟ بيتر بيعتمد على نفسه بالكامل بعد ما اتسحب منه دعم توني ستارك وتكنولوجيا ستارك. حتى دكتور سترينج مش فاكره. بيتر مضطر يبدأ كل حاجة من الصفر. هيصنع بدلته بنفسه زي ما شفنا في المشهد الأخير من نو واي هوم، بدلة بسيطة كلاسيكية، وده معناه إن سبايدر مان 4 هيرجعنا لجذور الشخصية سبايدر مان الشعبي بتاع نيويورك، البطل البسيط اللي بيحارب المجرمين في الشوارع بعيدا عن الفضائيين والمالتي فيرس. في الجزء الرابع أتوقع نشوف بيتر بيشتغل، ممكن نشوفه بياخد شغلانات زي توصيل بيتزا أو في مطعم، عايش حياة بسيطة وفي نفس الوقت بيرجع يحارب المجرمين العاديين، حرامية، تجار سلاح، عصابات، بعيد شوية عن الكائنات الكونية. احنا شفنا بالفعل ان الكون اتلخبط بسبب المالتي فيرس، ففي فرصة كبيرة ان اعداء قدامى يظهروا بشكل جديد او نشوف شخصيات شريرة لسه ما طلعتش في عالم مارفل زي الكينج بين اللي ظهر في عالم ديرديفل وده خصم سبايدر مان الاساسي في القصص، او حتى نبدأ نشوف تلميحات لشخصية هاري اوزبورن او نورمان اوزبورن من عالم مختلف بس في العالم الجديد بتاعه. معاناة نفسية اكبر، بيتر مش سليم من جواه، الحقيقة اللي محدش بيقولها. بيتر باركر في المرحلة دي مش سوبر هيرو جامد وخلاص، ده بني ادم محطم نفسيا. حبيبته نسيته وصاحبه مش فاكره، اتخانق مع نفسه انه ما يظهرش في حياتهم عشان يحميهم، بس ده بيكسره من جواه. فاتوقع الفيلم يعرض الجانب ده ازاي. سبايدر مان بقى لوحده بيحاول يكون قوي بس في نفس الوقت بيواجه اكتئاب وعزلة رهيبة. ناس كتيرة بتسأل هل في امل يرجع لام جي؟ بصراحة ممكن، بس مش في الجزء الرابع غالبا. اتوقع ان ممكن يتعرف على شخصية جديدة من القصص زي بلاك كات اللي تعتبر حب مؤقت، او حتى نشوفه بيقابل ام جي من بعيد بس ما يقدرش يدخل حياتها. سؤال بقى هنا، هل بيتر هيحاول يفك تعويذة دكتور سترينج؟ في الحقيقة ممكن بس مش دلوقتي. الفيلم الجاي اتوقع ان التركيز